أسانسير موجود في عمارة قديمة. السكان بيقولوا إن الأسانسير ده دايما بيقف في الدور التامن لوحده رغم إن مفيش حد ساكن في الدور التامن. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل اي حاجة انا عايز اقول لكم ان انتوا وحشتوني، وعارف ان اخرت عليكم كتير، بس باذن الله الفترة الجاية مش هيكون فيها اي تأخير وهكون معاكم. القصة دي بقى وانت بتسمعها هتبقى مستغرب من الاحداث المرعبة بتاعتها. قصة غريبة ومرعبة جدا. محمود شاب عنده 38 سنة وبيحكي وبيقول أنا شغال في شركة بترول كبيرة من حوالي سنة ونص، وساكن في محافظة من المحافظات الريفية، ولكن بحكم شغلي اللي اتنقل للقاهرة من فترة مش كبيرة فكان لازم أدور على سكن جديد قريب لشغلي علشان المواصلات ما تتعبنيش. وفعلا نزلت للقاهرة بنفسي علشان أدور على شقة، سواء إيجار أو تمليك مش هتفرق معايا. وفعلا بدأت أدور في كل مكان وأسأل سماسرة، ولكن معظم الشقق اللي كانوا بيجيبوها في أماكن بعيدة عن شغلي، لحد ما وصلت لسمسار جاب لي شقة في مكان قريب للشغل وكمان بسعر كويس. الشقة كانت في حي شعبي في عمارة قديمة مكونة من 13 دور، والشقة كانت بسعر رخيص زي ما قلت لكم. واللي شدني ليها أكتر إنها كانت قريبة لمكان شغلي. المهم إني رحت علشان أتفرج على الشقة، ولما وصلت للمكان حسيت إن المبنى كله غريب، ريحة تراب قديم في كل مكان. والشقة كانت في الدور ال11 وكانت نظيفة ومفروشة وعجبتني جدا وقتها، ودفعت الفلوس للراجل واستلمت المفتاح. في البداية كل حاجة كانت تمام والناس في العمارة محترمين وكل واحد في حاله. أنا معرفش منهم حد لأني موجود وسطهم جديد. وعدت الأيام والشهور وكل حاجة كانت زي الفل، لحد ما كل حاجة اتقلبت لكابوس لحد النهاردة مش قادر انساه. في يوم من الأيام كنت رايح للشغل الصبح وكنت متأخر، فدخلت للأسانسير ودوست على الزرار بتاع الدور الأرضي. الأسانسير نزل عادي وفجأة وقف في الدور الثامن لوحده. وقتها أنا استغربت كده وقلت يمكن حد من السكان طلب الأسانسير، ولكن لما الأسانسير وقف الباب ما اتفتحش ولمبة الدور الثامن كانت منورة، فقلت يمكن حد صغير طلب الأسانسير ومش عارف يفتح الباب. فمديت ايدي كده وفتحت الباب لكني ملقتش حد، وبصيت يميني وشمالي كده في الدور كله برضه ملقتش حد. مفيش غير اللمبة بتاعت الممر اللي في الدور عمالة ترعش، والحيطة باهتة ومليانة شقوق وكأن الدور الثامن مهجور من سنين. ساعتها أنا اتوترت وقفلت باب الأسانسير بسرعة ونزلت لتحت، وقلت يمكن الأسانسير فيه عطل أو حاجة. ورحت للشغل وقتها وخلصت على حدود الساعة 9 بالليل، ورجعت العمارة ودخلت الأسانسير ودوست على الزرار بتاع الدور ال11. الأسانسير بدأ إن هو يطلع عادي، ولما جه عند الدور الثامن تحديدا ووقف لوحده. بس المرة دي باب الأسانسير اتفتح برضه لوحده، ولقيت بنت عمرها ما يتعداش ال5 سنين، شعرها منكوش وواقفة كده قدامي بتبصلي بابتسامة غريبة وهي بتنبح زي الكلاب، وصوتها كان مرعب لدرجة اني اتجمدت في مكاني. انا قلت وبعدين بقى في شغل العيال ده، يعني انت اللي وقفت الاسانسير الصبح؟ ولكن لسه ما كملتش كلامي سمعت صوت واحدة بتزعق وبتقول يا دهيبة مش قلتلك بطلي لعب في الاسانسير؟ البنت وقتها جريت بسرعة من قدامي، رحت قافل الباب وطلعت لشقتي. وبسبب تعب الشغل رحت في النوم وما حسيتش بنفسي، وصحيت تاني يوم ولبست علشان انزل اروح الشغل. ولكن وانا نازل في الاسانسير ووقف برضه في الدور الثامن لوحده، ولقيت نفس البنت وواقفة قدام الأسانسير. أنا من الخوف قفلت باب الأسانسير بسرعة ودوست على الزرار بتاع الدور الأرضي وخرجت من العمارة. وعدت الأيام ونفس الموقف الغريب ده بيتكرر معايا كل يوم، نفس البنت ونفس الدور ونفس الابتسامة الغريبة. الموضوع ده كان مضايقني بسبب البنت اللي بتلعب على السلم كل يوم دي وأمها سايباها كده. فقلت والله لأنا نكلم صاحب العمارة، وفعلا طلعت تليفوني ورنيت عليه. وأول ما رد عليا كان صوته تعبان وتقريبا لسه صاحي من النوم. قلت له معلش يا عم سليمان لو أزعجتك، بس أنا في حاجة عايز أقولك عليها. الراجل وقتها قال لي خير يا ابني أنا سامعك.
وحكيت له وقتها على البنت اللي في الدور التامن دي بتلعب في زراير الأسانسير كل يوم. عم سليمان صوته وقتها اتغير كده وهو مخضوض وبيقول: انت بتتكلم جد يا ابني ولا بتهزر؟ انا استغربت كده من السؤال وقلت له: لا طبعا بتكلم جد. رد عليا وقتها وصدمني لما قال: يا ابني الدور التامن ده مفهوش حد ساكن من 5 سنين، لان في شقة في الدور ده سكانها كلهم ماتوا في يوم واحد مخنوقين من الغاز. وكان عندهم بنت فعلا بتلعب دايما على السلم وتدوس على زراير الاسانسير. وقتها انا اتصدمت كده من اللي انا سمعته وقفلت السكة في وشه وانا مرعوب وخايف ومش فاهم حاجة. وبعد المكالمة دي واللي انا سمعته معرفتش انام. كل ما غمض عيني اسمع صوتها وهي بتنادي عليا باسمي. فعلا البنت شكلها مش طبيعي وصوتها مخيف. حتى امها اللي عمري ما شفتها بس سمعتها وهي بتنده عليها صوتها مش طبيعي. وتاني يوم وانا نازل للشغل الاسانسير جه عند الدور التامن، بس الحمد لله موقفش. لكن وانا راجع من الشغل وطالع في الاسانسير وقف عند الدور التامن. وقتها انا من الخوف مسكت باب الاسانسير بايد وبالايد التانية فضلت ادوس على زرار الدور ال11، ولكن الاسانسير كان واقف ومش عايز يتحرك. وفي الوقت ده سمعت صوت البنت وهي بتضحك ضحكة مخيفة وبتحاول تفتح الباب بقوة غريبة. انا كنت مستغرب من قوة البنت وهي بتفتح الباب لان سنها صغير. هي تشد وانا شد وما كنتش قادر اقاومها. ومرة واحدة لقيت واحدة ست بشعة بتبصلي كده من الازاز بتاع الاسانسير، بتبصلي كده بضحكة مخيفة وهي بتقول: انت رايح تشتكي له؟ خليه بقى ينفعك يا محمود. صوتها كان محشرج وكأن حيوان بيتكلم. فجأة ما قدرتش اقاوم الباب اكتر من كده واتفتح الباب وشفت منظر مرعب. الست دي وبنتها كانوا واقفين قدامي على ايديهم ورجليهم. في اللحظة دي انا سمعت واحد في الدور اللي فوق على طول عمال يزعق ويقول: اقفل الباب اقفل الباب. الست وبنتها اختفوا مرة واحدة من قدامي وكأنهم دخلوا في حيطة او اتبخروا، معرفش راحوا فين. وقتها انا ما حسيتش بنفسي غير وانا بقفل باب الاسانسير وبدوس على زرار الدور الارضي. وخرجت من العمارة وانا مش قادر اخد نفسي. ومن اليوم ده ما رجعتش الشقة تاني. السؤال اللي مجنني لحد دلوقتي هو ازاي الاسانسير كان بيقف في الدور التامن لوحده رغم ان الدور فاضي؟ حد فيكم عنده تفسير؟ مستني ردكم في التعليقات علشان بكده تكون خلصت قصتنا اللي لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات. واشوفكم على خير في قصة جديدة.